يتحسن الأداء. نفس الأمر بالنسبة في الشوط الثاني. خطأ. اوي 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 يا خالد عسكري، خطأ فادح، خطأ فادح. بلال البيات، بلال البيات يسجل الهدف. اوه يا عسكري، يا خالد عسكري، خالد عسكري ينفعل، خالد عسكري يفقد أعصابه ويغادر في لقطة لا أعلم. الله يحسن عوان خالد عسكري بكل ما كتحمل الكلمة من معنى. أقدر كثيرا موقف خالد العسكري، ولكن ما بغيتوش ننسحب بهذه الطريقة، لأنه نحن البشر معرضين لأي خطأ. كنعلموا بأنه هذا الموقف اللي فيه خالد العسكري موقف صعيب، موقف صعيب، ولكن ما بغيتش خالد ينسحب بهذه الطريقة. خالد ما خصكش تنهزم. هذا الخطأ كيوقع للحراس كبار، ولكن هذا كيميل هذا وقع ديال الخطأ اللي وقع ليه مع المغرب الفاسي. تناولته الشاشات العالمية، تناولته كذلك الأنسون. يعني صعيب. البشر كيبقى من اعصاب اي انسان كيمر بمثل هذه المراحل في جميع مراحل الحياه، سواء في مهنه اخرى او سواء في الضغط، فكيكون صعيب. نتمنى صادقين هو تصرف نهار خالد العسكري، نهار صعيب عليه باش انه يكمل المقابله وانسحب بطريقه غير مقبوله. ولكن الموقف كان صعب وصعب للغايه، لأنه موقف صعب. لأنه نتمنى صادق من جمهور الجيش الملكي يتفهم خالد العسكري. فخالد العسكري هو الآن محتاج للمساندة في أكثر من أي وقت، لأنه ضغط كبير عليه. تحمل ضغط نتيجة مقابلة المغرب الفاسي في كأس العرش. الآن هذا الهدف خلى خالد العسكري أنه ينهار بشكل كبير، يخلع القميص وينسحب. الآن الإشارة لشار جمهور الجيش الملكي، إشارة فيها أكثر من رسالة بأنه ما بقاش عنده رغبة باش أنه يكمل المشوار، ولكن كنعتقد بأنه خالد العسكري في هذه اللحظات محتاج المساندة كذلك.